وصل صوتك. مرحبا بك الوطنية. هاي تفضلوا معنا سيد مدير الافريقي. مبروك شباب. في صعب جبتوا. كل عام وانتم حي بخير. كل عام وانتم حي بخير. عايش تفضل. فئة اليوم فاقدة يمكن الحرية، ولكن على الأقل أكدوا اللي حتى ورغم فقدان الحرية في ظرف مؤقت الدولة تفكرها متعايد عليهم وتسأل أحوالهم، وخاصة تطمن على ظروف الاحتفاظ. شكرا. تم زيارة في الافنيو والبالماريوم. لا، كنت في الافنيو في البالماريوم، عملنا دورة طمنا على اولادنا اللي مشاو مواطنينا ومواطناتنا اللي يتسوقوا في شارع بورقيبه في المحلات التجاريه والفضاء بالماريوم، باش ناكدوا لهم اللي راهو اللي صار البارح ما عنده حتى علاقه باي شكل من الاشكال بعمليه ارهابيه، وانما عمليه قاموا بها زوز شباب هما موقوفين عنا. بالطبيعه الابحاث تثبت الدواعي والاسباب. شكون تقول المواطنين على الظروف الامنيه في العيد؟ ان شاء الله بحول الله نحن عملنا كل ما يلزم جانبنا كمؤسسه امنيه ومؤسسه عسكريه. بالمناسبه نحيي المواطنين المتفاعلين معنا، ونحيي كذلك المؤسسه العسكريه اللي داعمه المجهود الامني، وان شاء الله بحول الله وضعنا كل الخطط الممكنه لاحاطه بمواطنينا وتامين عطله العيد، تامين تونس، خاطر نحن مش خطه مؤقته، احنا في حاله طوارئ ونخدموا باقصى مجهود نتاعنا وباقصى درجات الانتشار واقصى درجات المخطط. والامنيين يعرفوا كي نقولوا الامنيين والعسكريين يعرفوا كي نقولوا حازم ثلاثه بمفهوم وزاره الداخليه يعرفوا اللي هي هذيك اقصى درجات اليقظه والامكانيات. وقولوا لسان شفت اللي ها هاي نضحي بك رايتك مع الوقت. صباح ظروف الإقامة لبين كلهم بلوس كو 18 متأكدين منهم كلهم بلوس كو 18؟ فماش واحد فيكم أقل من 18 عام؟ فماش واحد فيكم عنده ميساج حبيب الله؟ شبيه الرجل هذيك؟ هاو مريض، هاو مريض. تفضل عندك. شبيك ولدي تكلم؟ اجا ولدي اللي كانت رجل قومي شو مضروب الرجل؟ جيبوه الاولاد جيبوه. اسرع كنت اسرع. شوفي هذاك قايموه شوي ما توجعوش. بشير اكل المضروب هذاك اللي يا اخي ضربوه في قضيه قال تبدل عنف سيدي. اي نعرف هو اذا كان يحتاج رعايه صحيه نزول الطبيب. بس عفوا نزول الطبيب او يتالم الرجل. ايش يا ولدي شنو وضعيته هذا؟ سيد لقيب اي سيد لقيب شنو وضعيته؟ الوزير هذا ما نقبلوه في الجيول الا ما يتم اسعافه من الوحده اللي متعهده بايقافه. لحظات ونجيبوا الكوردوني نتاعو. سي بشير ايش يا ولدي شبيك؟ عركه مضروبه ها؟ ايش تحس بالضبط؟ شدوا اليدي حيدوه. لا هزوا الطبيب هذا هزوا تو عمليات لا جرح وينزف بالدم. شنو هزوا الطبيب؟ عندي عمليات قالوا بيت مقطعين. ولدي انت كي انت في الحاله ذي علاش تعمل في العركه؟ ما تستاهل في روحك. شباب مازلت في عز عمرك. نحبوك من شباب تونس، نحبوك وتعاونوا تونس، ما نحبكش في الوضع هذا. اقسم بالله ممنوع. لا مظلوم ولا مش مظلوم يقولوا القضاء ودي احنا ما نقولوش الكلام هذا. احنا انا مهم جيت نطمن عليك وهزوك تو للطبيب. شبيك كانك دايخ شبيك؟ نعم ضبط ساعه ما عطاكش. ما عندي دواء ما ناكل فيه، ما ناكل حتى شيء الا ما ناكل دواء. وين الدواء بتاعك؟ مقرف ما خذيتوش. تعرفوا اسمه الدواء؟ عندك بوني ولا؟ هزوه للطبيب وشوفوا له الدواء بتاعه وشنو له الدواء بتاعه. واضح الله يبارك. بوني ولا؟ لا ما عندوش. لا ما عنديش. اما تعرف اسمه؟ نعرف اسمه. هزوا للطبيب وشنو له الدواء بتاعه واللي يستعمل به. واضح الله يبارك فيك. ايش تعمل هذيك؟ ايش عمره؟ ايش عمرك انت؟ انت قديش عمرك؟ 16. ايش تعمل هنا؟ ايش تعمل؟ قوم اقف قوم. ايش عندك؟
علاش 16 سنه ما وقفتش؟ اش عملت؟ وش فيك انت تعمل؟ ضرب مسكين. ومنين انت منين الوقت؟ منين الوقت؟ سداسية. علاش 16 سنه لقيت ما تعمل كي تضرب البني تخلي امك وابوك في العيد تفكر رمزي حالة عليك الاولاد صباح الاقامه ما عندكمش حاجه بطلقتكم؟ حد شيء ثم واحد عمره اقل من 18 سنه فماش صافا الاقامه بتاعكم لاباس الاولاد؟ النجوم ما تظهرش. شنو؟ ما الله يقولكم والله يبارك. سي بشير سي بشير بالله الماء يعطيهم الماء جيب لهم الماء. باكل بقي ينقص الماء واحد مهما تكون الظروف نوفروا لهم احنا كل المستلزمات كل وقت يطلبون الاحتضار والقضاء يفصل كل واحد يفصل له ربي يعاونكم ان شاء الله. كملنا خذت كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم. الحمد ساعة والحاجة نتمنى لكم عيد مبارك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وتونس بخير واكثر امن وامان. ونعيد كذلك على الشعب التونسي كل مواطنينا الاعزاء اللي نتمنى لهم عيد مبارك سعيد وان شاء الله يا ربي بفضلهم وبفضل تعاونهم تمشي تونس وتصير قدما نحو الامن والامان كما نعرفوها ونحبوها تكون تونس. بالطبيعه انتم معنا في زياره مفاجاه الحقيقه لمركز الاحتفاظ بالبشوشه لا لشيء الا نتاكد من سلامه وتطبيق كل المقتضيات القانونيه المتعلقه بمركز الاحتفاظ بالبشوشه سواء كان على مستوى مركز الايقاف القصر او الرشد وكذلك بيت الايقاف المخصص للعنصر النسائي. وكانت مناسبه باش وقفت على انه ثم التزام بتطبيق القانون، ثم حسن معامله، ثم زاد رعايه بالمحتفظ بهم واقامه في احسن الظروف في انتظار ان يقول القضاء كلمته في الملف في كل ملف تاع واحد.